أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. طبعا هاي البنت نشرت على صفحتها بالفيسبوك بسنة 21 مقطع جدا غريب، تقول بأنه أنا عايش بمنطقة بالغابة. تقول صارت وياي أحداث جدا غريبة ومرعبة وما يصدقها العقل البشري. من هاي الأحداث تقول دائما فوق الأوقات المتأخرة أنا عندي مخزن بصف بيتي، وتقول دائما من أروح أطب على هذا المخزن مرات، يقول من ندخل لهذا المخزن تقول أحس بأنه الغراب كلها متفردشة. مو بس هاي، صارت أحداث أرعب من هاي، وهسه راح أقول لكم شنو الأحداث اللي صارت وتم تسجيلها حتى بالكاميرات المراقبة. طبعا قبل ما نبدأ بالقصة، إذا كنت من عشاق قصص مال أمير الشيخ اخفي الزاد يم صورتي وخلي القلب أحمر. تعال خلينا نبلش. شنو هو الشيطان؟ أن الشيطان شكل إلى وجود صورة حيوان، أن الشيطان يتصور كصورة النمو صارعون. المهم فبعد ما سكنت يم الغابة سمعوا شنو راح يصير. تقول أول أيامي كانت عادية وما صار لي شي. تقول ورا أسبوعين تقول رجلي يحس كأنه أكو شخص قاعد يراقبنا من الشباك مالت بيتنا. مو هاي المصيبة، تقول دائما فوق الأوقات المتأخرة تقول رجلي يحس هالإحساس هذا ويقول لي شفتي اللي أنا شفته، بغى يقرصني. فراحت أيام جت أيام، يوم من الأيام تقول أنا ونايمة تقول حسيت كأنه ما أكو صوت باب انفتحت خارج البيت. يعني هذا مو بيتي، يم البيت منو؟ يم البيت المخزن، كأنه ماكو باب مالت المخزن انفتحت وانسدت. فأنا سويت، أنا طلعت من البيت رحت وين؟ رحت على المخزن، لكن الشي الغريب بأنه لقيت المخزن مفتوح وأني قافلته بيدي. أقول بعد ما طبيت للمخزن انصدمت وشفت بأنه الأغراض متفردشة. وهنا صابيت برعب جدا كارثي. فبعد ما رجعت وحاكيت رجلي بالشي اللي صار ما صدقني وقال لي خلنا نعلق كاميرات مراقبة أو نشد. فأنا وافقته بس مو هسه، سمع ايش راح يصير. باليوم اللي صارت هاي الحادثة تقول وانا قاعدة تقول حسيت بأنه رجلي عبر قدامي يمشي هيك يمشي مستقيم. بس شنو يا ولد يا بنات، تقول الشي المرعب والغريب تقول قاعد يمشي بدون ما يحرك يديه. يعني قاعد يمشي هيك يمشي بدون ما يحرك يديه هيك، يعني هيك ويمشي. والشي المرعب من ذلك ما يلوف راسه ويمشي سريع، ومن نصيح له ما رد علي. هاي بيش الساعة؟ هاي الساعة تقريبا بالوحدة بالليل شفت هيك شي. بوقتها قاعد اباوع مسلسل المفضل. المهم فبوقتها رحت اروح انام، فلقيت رجلي نايم. قلت عليه من اسئلة هو نايم، قلت خله باكر اسئلة. المهم صار باكر قعدت لقيته قاعد بالمطبخ وقاعد ياكل. فانا سويت؟ فانا قررت ارد اسئله واحكي وياه. قلت له امس انا مو صحت لك ليش ما رديت علي غلست؟ قال لي صحتيني؟ قلت له ايه، امس انا مو كنت اباوع مسلسل وصحتك وانت ما رديت علي ليش؟ قال على شنو تتكلمين انت مو امس عديت يم الممر وانا صحت لك وانت ما رديت علي ساعه بالوحده بالليل؟ قلت شنو قاعد تسولفين؟ انا اصلا الساعة ب 12 بالليل انا نايم. وانا بعد ما سمعت هيجي هزمت قلبي من قد الخوف. باليوم نفسه قرر رجلي انه يشد كاميرات مراقبة. بعد ما شد كاميرات المراقبة فوق الاوقات المتأخرة بالليل كأنه ما اكو واحد قاعدني. هيك صدفة قعدت سمع الصوت بنية تبكي جاية من المخزن، الصوت مال بواكي من المخزن. فأنا قمت طلعت من البيت ورحت للمخزن. بعد ما طبيت المخزن
لقيت الغراض كلها مفربشة، هماتين بعد ما عدلتهن. فهنا قررت انه اقفل الباب وارجع اطب للبيت، وراها اشوف شنو شفت بالكاميرا. شوفوا شنو شافت بالكاميرات المراقبة. وهنا اكتشفت بأنه بيتها مسكون دج. قرروا أن يشيلون من غير بيت ينتقلون. إذا شفتوا من عشاق قصص مال أمير الشيخ أخف الزاد يمصوت وخلي قرب أحمر.